أهلا بكم. تلقينا منذ قليل للأسف خبر وفاة المدرب المصري المجتهد إيهاب جلال. المدرب اللي أنا بشوفه إنه نموذج، اللي أنت لو حبيت تحكي حكاية المدرب المصري واجتهاده وتعبه وشقاه إن هو يلاقي لنفسه فرصة أو إن هو يلاقي لنفسه دور في المنظومة، ما تلاقيش مثل أحسن من إيهاب جلال. ليه أنا بتكلم بشكل خاص عن إيهاب جلال وبشكل عام عايز أحكي حكاية قصة المدرب المصري؟ لأنه على العكس من اللعيبة اللي بيلاقوا كل اهتمام ورعاية وتدريب وفلوس ودعم على مدار حياتهم المهنية في كرة القدم، بيجي على العكس منهم المدرب اللي دايما بتلاقي ان هو شايل الضغوط وما بيلاقيش اي رعاية من اي حد. يعني ما عندناش اي فريق ولا اي فريق في المنظومة كلها، منظومة الكرة المصرية ولا حتى الاتحادات الوطنية، بيعملوا اي رعاية لاي مدرب. لانه المدرب زي لعيب الكوره، يعني المدرب 99% و9 من عشرة من المدربين المتواجدين حاليا في الدوري المصري هم جايين من خلفيه ان هم اصلا كانوا لعيبه كوره. فانت اذا كنت لعيب كوره وقررت ان انت تكون مدرب، فطبيعي ان انت لازم تتاهل، يعني لازم تتدرب نفسه او لازم تدرب نفسك على ان انت تكون مدرب. لكن للاسف انه اللعيبه لما بيعتزلوا بيشوف والله ان هو كان مثلا عنده خبره او شاف مثلا في حياته بعض التجارب كلاعب، بتفتكر ان هي دي بتأهله ان هو يكون مدرب. لكن للاسف طبعا مستحيل او ما ينفعش ان انت عشان انت مثلا كنت لاعب كويس يبقى بالضروره ان انت تكون مدرب كويس. فلازم ان انت تلعب او تجتهد، وزي ما كنت بتجتهد وانت لعيب وبتتدرب، تجتهد برضه ان انت كمدرب ان انت برضه تتدرب، وان انت تاخد دورات بقى، تدرس، تشوف احدث النظم التدريبيه في العالم. الموضوع اكيد فيه يعني مجالات وفي اماكن كتيره ان انت ممكن تكتسب فيها مهارات عشان تؤهلك ان انت تكون مدرب. ايهاب جلال ومثله من المدربين المصريين هم بيتحطوا في الاختبارات او يعني ايه، بيعمل لهم، بيحصل لهم حاله تدوير ما بين الانديه. يمكن في مره من المرات تنجح او تضرب معاك، يعني وده اللي حصل مع ايهاب جلال في تجربه مصر المقاصه. احنا في الفتره اللي هي 2016 2015 حاجه زي كده، في الفتره دي ايهاب جلال كان عامل تجربه مثيره جدا مع المقاصه لدرجه ان هو وصل للمركز الثاني في الدوري، وعمل ماتشات كبيره جدا ضد مثلا النادي الاهلي. غلب مره، انا اتذكر انه مره غلب النادي الاهلي 4-0 في يوم كده تالق فيه حسين الشحات ايام ما كان بيلعب في المقصه، وكان ليه شكل ولون. لكن هل التالق ده وهل التجربه دي هي تجربه مستمره بناء على قاعده علميه تؤهل المدرب ده ان هو فعلا مدرب وبيحط فكر وكده؟ اعتقد ان الاجابه لا، مع الاسف الشديد يعني. ليه؟ لانه زي ما بقول هو اجتهاد شخصي. اوكي انا طلعت بدرب، بس ايه هي الاساس العلمي اللي انت بتدرب على اساسه؟ وده على فكره بنكتشفه امتى؟ بنكتشفه مثلا لما الانديه الكبيره اللي بتقود اللعبه زي الاهلي والزمالك بشكل خاص على مدار سنين طويله، لما بيجيبوا مدرب اجنبي مميز. لما المدرب الاجنبي بيجي الاهلي او الزمالك وبتلاقي فيه فكر جديد حطه او ضافه، فبتكتشف والله ده المدربين المصريين ماشيين بشكل نمطي او ماشيين بشكل معتاد، ما فيش اجتهادات، يعني ما فيش حاجه جديده او فكر جديد المدرب ده بيقدمه في اللعبه. وده انت مثلا بتلاقي، عشان كده بتلاقي ان انه ممكن المدرب ده يوفق في فريق لانه مثلا بيبقى معاه منظومه والله فيها ما بينها مثلا كيمياء وفيها ما بينها مثلا تناغم، واللعيبه مثلا مستواها مميز او حاجه. وفي والله مثلا هو نفس المدرب بيروح لفريق تاني ما بيقدرش يضيف حاجه او ما بيقدرش يعمل حاجه، لانه زي ما بقول مفيش اساس علمي المدرب ده يقدر يبني عليه. فبالرغم من انه المدرب او المدير الفني للفريق هو واحد من اهم عناصر اللعبه، لكن مفيش بصراحه فيه اي اهتمام. وهتلاقي ان الحياه ماشيه بتاعت المدربين كده زي حياه كل المدربين الموجودين. خد كل الاسماء بصراحه اللي هو من الجيل مثلا بتاع ايهاب جلال او من اللي بعده، اللي حتى اللي موجودين دلوقتي، علي ماهر، مش عارف، طارق مصطفى، عماد النحاس، كل المدربين المصريين المجتهدين اللي بيجتهدوا، اللي بيحاولوا يدوروا. لكن معظم دلوقتي اعمارهم وصلت، طلعت فوق ال50 وقاربت على ال60. حتى المدرب المنتخب الوطني نفسه يعني اللي هو نفس الفكره، اللي هو برضو بيدرب، انا ما تلاقيلوش فكره، ما تلاقيلوش حاجه. لانه المؤهلات مش بس خبره، طبعا الخبره مطلوبه وكل حاجه،
لكن انت بنيت نفسك بناء على ايه او عملت ايه. ودي دعوة انه المنظومة نفسها كلها يعني ايه تكريما مثلا حتى لإيهاب جلال او لتجربته او لنجاحه او لتجربته المتعددة مع الفرق المصرية، انه ينتبهوا للموضوع لانه موضوع حتى جاذب للناس. انه في ناس كتيرة جدا في مصر بتحب الكورة، لكن مش بالضرورة، وانا اكتر من مرة اقول الموضوع ده، انك مش بالضرورة تكون لاعب كرة قدم عشان تشتغل في كرة القدم. وده مجال، هو مجال واعد، مجال التدريب، وحتى مش بس في الأندية، عندنا سوق كبير جدا حتى داخل مصر، وفي سوق عربي، في سوق افريقي، وفي سوق شرق اوسطي او اسيوي. عندك مجالات كتيره ممكن تدور فيها وممكن تجتهد فيها وتثبت نفسك وتثبت فكرك. مش لازم تكون لعيب كوره، او حتى لو كنت لعيب كوره، لكن لازم يكون الموضوع مبني على اساس علمي عشان حتى نستفيد بموهبه. يعني مثلا مدرب زي الله يرحمه كابتن ايهاب جلال، كان واضح انه كان في موهبه، كان واضح انه ممكن يكون في لمحه او في تميز او في حاجه جديده ممكن تطلع للكره المصريه. لكن التجربه مع الاسف ما لبثت ان يعني انها يعني اتبهدلت شويه. عايز اقول انها راحت من نادي، لان زي ما بقول هي الموضوع مفيش اسس علميه. حتى الانديه نفسها مش بتساعد، مش المنظومه كلها مش بتساعد المدرب، بالذات المدرب الوطني المصري، على انه يتميز او انه الموضوع يبتدي بالبدايه. ان المدربين اللي عايز يخترق مجال التدريب يكون في اسس علميه ممكن الناس تحطها او ممكن الناس تبنيها من جوه او من بره. انت حتى لو انت كنت لعيب استثمر في نفسك واطلع بره مصر اتدرب او اتعلم. وكمان من جوه البلد نفسها ان الاتحاد الوطني نفسه او المعنيين بالموضوع ان هم يحطوا اسس سليمه للتدريب واسس سليمه انها تجيب افكار كويسه وتطلع مواهب جيده. يمكن ان شاء الله نلاقي حد مثلا زي ايهاب جلال تكون تجربته اكثر، يعني حظها افضل شويه ويلاقي التقدير اللازم. الله يرحمه ايهاب جلال، يعني تجربه جيده جدا، يعني على انه حتى مدرب مش من خلفيه الاهلي او الزمالك، انه كان لعيب اهلي او الزمالك فبتلاقي له دعم، بتلاقي له كده جمهور وخلاص. لكنه من انديه، حتى هو ما كانش مشهور كلاعب كره قدم، لكنه بنى نفسه بنفسه ولقى لنفسه مكان، يحط لنفسه مكان هنا وهنا وهنا وهنا. وحتى ان هو وصل لتجربه ان هو يدرب المنتخب نفسه. في النهايه التجربه تحتاج تقييم بشكل عام عشان نهتم شويه بمنتج المدرب المصري. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.